السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. الصحف القطرية والعالمية تتغنى بعبد القادر. أول صحيفة قطرية قالت قطر استعاد بريقه بعد انضمام أحمد عبد القادر. ونجح فريق قطر في حصد أول 3 نقاط بالدوري خلال الموسم الحالي بعدما حقق الفوز على نظيره الشمال بهدف نظيف أحرزه أحمد عبد القادر في الدقيقة 46 من المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة لبطولة الدوري القطري. وقالت صحيفة الراية القطرية أن أحمد عبد القادر نجح في استعادة فريق قطر بريقه من جديد بعد الانضمام إليه، خاصة أن اللاعب يتمتع بمميزات مهارية هائلة رجحت كفة الفريق في المشاركة الأولى. جاء هدف أحمد عبد القادر في أول مشاركة له بعد انتهاء إجراءات إعارته من الأهلي، ليسجل اللاعب اسمه رسميا في قائمة هدافي الدوري القطري بعد أول مشاركة بمباراة الشمال ضد قطر. وكان فريق قطر قد تلقى الهزيمة في أولى جولتين أمام الدحيل بسداسية مقابل هدف، وخسر في الأخرى أمام السد بخماسية مقابل هدف. وقدم نادي قطر القطري لاعبه الجديد أحمد عبد القادر لوسائل الإعلام بعد إتمام إجراءات انتقاله قادما من صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. وصحيفة أخرى قالت عبد القادر أعاد لقطر بريقه بعد سداسية الدحيل وخماسية السد. تصدر أحمد عبد القادر نجم الأهلي المعار أغلفة الصحف القطرية اليوم الجمعة بعد نجاحه في مباراته الأولى مع فريقه الجديد قطر القطري تسجيل هدفا بشباك فريق الشمال ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري القطري. صحيفة الراية القطرية أشارت أن عبد القادر نجح في استعادة فريق قطر بريقه من جديد، وكان فريق قطر قد تلقى الهزيمة الأولى في جولتين أمام الدحيل 6-1 وأمام السد 5-1. يذكر بأن موضوع التابع لصحيفة عبد القادر أعاد لقطر بريقه بعد ثلاثية الدحيل وخماسية السد. وبكده جميع الصحفيين والجماهير في قطر عايزين عبد القادر فريق قطر يشتريه ما يبقاش إعارة، لأن خايفين إن هو يروح فريق تاني. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.